صباح الخير من قلب العاصمة سراييفو، المدينة اللي صمدت ضد الحصار الكامل لمدة أكتر من 4 سنين. صباح الخير من البوسنة. تعال اخدكم في جولة النهاردة في قلب سراييفو ونتفرج ممكن نقدر نعمل ايه في سراييفو في العاصمة، وكمان نجرب الاكل الشعبي التقليدي لأهل البوسنة او اهل البوشناق. يلا بينا. السبيل اللي جنبي ده واحد من اشهر الاماكن اللي موجوده في سراييفو، ولو كنت جيت لي وانا طفل وقلت لي ان انت هتكبر وهتيجي نفس المكان اللي انت بتبص على صور وانت صغير وهتيجي تشرب من السبيل ده، حقيقه انا ما كنتش هصدق. لما سألت عايز افطر فطار من البوسنة فطار يبقى تقليدي، اتقال لي ان المطعم اللي ورايا ده اسمه بوسنة بيعمل احسن فطار في سراييفو. الفطار اسمه بوريك، نفس فكرة البوريك بتاع تركيا اللي هو زي الجلاش عندنا كده بس طويل. فتعالوا بقى ايه نشوف في سراييفو هنا البوريك بيبقى شكله عامل ازاي. نطلب لنا 2 كده مع واحدة قهوة نروق بيهم الدماغ. طلبت خلاص والفطار وصل. بيتعاملوا هنا بالوزن، يعني انت بتقول لها مثلا انا عايز قطعه، عايز قطعتين من كل حاجه، وهي بتحسب وزنها كام كله خلاص بتدفع على الوزن مش بتدفع على القطعه. كمان بيقدموا معاها هنا بيحطوا على البوريك من فوق، والاتراك ما بيعملوش ده، بيحطوا عليها زي زبادي كده من فوق وبيقدموها مع لبن الجاموس. جبت لحمه وجبت جبنه وجبت كمان بالسبانخ. فتعالوا بقى ايه نسمي الله كده وندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللحمه شكلها حلو وسخنه، فتعالوا كده ايه نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. 2 hours later. اللحمه بتاعتهم فيها نسبه دهون كده وسخنه فطعمها حلو قوي، بس مختلفه تماما عن يعني انا دايما متعود ان انا افطر بالبوريك التركي، فدي اول مره اجرب البوريك بشكل مختلف تاني. وكمان تاتش الزبادي اللي فوق ده مديلها طعم في حته تانيه. تعالوا بقى ايه نسمي الله وندوق حاجه كمان. نجرب مثلا ايه الجبنه حلوه قوي بس اللحمه تفوز، اللحمه احلى بمراحل. السبانخ دي انا حافظها بقى، فتعالوا بقى ايه نجرب السبانخ دي لان دي اصلا اللي انا باكلها كل يوم. 6 hours later. قطعت قطعه كبيره قوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه قوي بس مختلفه تماما. هو ايه نشرب اللبن بسم الله الرحمن الرحيم. هو قالب على ايران، هو مش لبن خالص، هي قالت لي لبن بس هو ايران عادي، الايران التركي العادي، وملحه اقل من الايران بتاع الاتراك. هكمل بقى فطار كده واخدكم في جوله في السوق القديم. الاسواق هنا رهيبه، الحاجات القديمه والناس اللي بتحب الهاند ميد هينبسطوا قوي هنا. فكمل كده فطار ونقوم يلا بينا. خلصت فطار خلاص. نسيت اقول لكم ان الفطار ده كلفني 3 يورو بالظبط. تعالوا بقى نخش جوه سوق باشارشيا، واحد من اقدم الاسواق اللي موجوده في سراييفو، وعندهم حاجات موجوده من ايام الحرب، واغلب الحاجات اللي هنا بتبقى هاند ميد. فيلا نخش كده جوه نشوف الاسعار عامله ايه، وتعالوا برضو نتفرج كده على الحاجات اللي هم بيعملوها بايديهم. فيلا بينا. المرشده السياحيه اللي ورايا دي بتقول لهم ان المحل اللي ورايا ده كل حاجه موجوده فيه هاند ميد. القطعه اللي هي ماسكاها في ايديها دي اللي انا هوريها لكم وزنها 21 كيلو جرام من النحاس، معموله هاند ميد. Before is killing, now is wait. Something nice making or something bad. Something that is taking life, now you will the putting water, the putting flour, now give new life. واحدة من الحاجات الجميلة اللي هتكتشفها هنا ان هم قدروا يحولوا الحرب والحصار اللي كانوا عليه لحاجة جميلة. يعني هم عاملين سفونير من الرصاص من الصواريخ. الراجل بيقول لك ان هو بيحول أداة حرب وأداة قتل لحاجة جميلة.
يعني تسمع قصص الناس اللي عاشت الحرب. هتكتشف ان الناس دي كانت بتطلع نكت اثناء الحرب. تخيل 4 سنين كاملين في حصار كامل على سراييفو، ما بيخرجوش منها، قصف دايما عليهم، ومع ذلك الناس كانت عايشه ومتعايشه كأن مفيش اي حاجه خالص. وفي اماكن لسه موجوده محتفظه بشكلها من وقت الحرب عشان يفكروا الناس بايه اللي حصل في الحرب وقد ايه خسائر الحرب كتيره. فشابوه لاهل البوسنه وشابوه للناس اللي فعلا دفعت عن وحاولت على قد ما تقدر ان هي توصل لحقها في النهايه رغم الالاف اللي ماتت. اللي انتوا سامعينه ده انا والله جاي عشانه. الاذان من البوسنه، دوله في قلب اوروبا، والاذان بيترفع فيها واصلي واخش دلوقتي الدنيا بتشتي اخش اصلي الظهر فيها. فمن الحاجات الجميله قوي واحساسها على نفس الواحد كده جميل. فتعالوا بقى ايه نروح دلوقتي نصلي الظهر في واحد من اكبر الجوامع اللي موجوده في البوسنه. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الدنيا ما بطلتش شتاء خالص، خلصت صلاة خلاص. وطبعا بما ان العثمانيين هم اللي عن طريقهم دخل الاسلام للبوسنة، فتلاقي الصلاة شبه الصلاة بتاعت تركيا، نفس الفكرة ان هو الاقامة الاول وبعد كده يصلوا السنة وبعد كده يقروا شوية قرآن وبعد كده يصلوا عادي. فانا ما اتخضتش لان نفس الصلاة متعود عليها في الاتراك في برلين. تعالوا دلوقتي بقى نروح مكان مهم جدا ما ينفعش نيجي سراييفو من غير ما نروحه، فيلا بينا هقول لكم عليه هناك. راكب التاكسي دلوقتي ورايح للمكان. هو المكان اللي انا رايحه ده التلفريك، وده من اعلى القمم اللي موجوده في سراييفو. فتعالوا اوريكم بقى ايه شكل المكان من فوق عامل ازاي. وصلت خلاص على مدخل التلفريك. الطلعه طالع راجع الاتجاهين ب 20 مارك، ال 20 مارك يعني 10 يورو. فتعالوا بقى ايه ندعي ربنا نطلع السلالم دي نوصل للاخر، وفرصه ان المطره وقفت فعشان نشوف بقى ايه منظر سراييفو كلها من فوق. لحقتوا يا جدعان على اخر 7 دقايق، كنت هستنى ساعه. تعالوا بقى اوريكم المنظر عامل ازاي، حاجه كده رهيبه. لا وكمان ايه الجمدان، انا راكب في عربيه لوحدي. لما توصل فوق هتقعد في الكافيه اللي انا قاعد فيه ده، وهيبقى قدامك المنظر الخيالي اللي انا قدامي ده، واحد من اجمل المناظر اللي شفتها. انت شايف المدينه كلها قدامك، ومعاك بتاع ساعتين لحد الساعه 5 تقعد بقى براحتك، تشرب قهوتك، تاكل حاجه خفيفه، وشايف المنظر ده قدامك، حاجه كده وهميه. خلاص نزلنا خلاص والادرينالين في السماء. فتعالوا بقى ايه نروح نتغدى لان الساعه 4 دلوقتي وده ميعاد غدا. فتعالوا ناكل احسن كباب موجود في سراييفو كلها. جالي عليه ريفيوهات من ناس اصلا عايشه معايا في برلين، وناس زارت البوسنه قبل كده وسراييفو، ان انا لازم اروح اجرب المطعم ده. تعالوا بقى ايه نروح نجرب المطعم ده ونجرب الكباب في البوسنه بيبقى عامل ازاي، والمطعم ده عنده قصه او حكايه احكيها لكم في الطريق. يلا بينا. وصلت المطعم اللي ورايا ده، المطعم ده اللي هنتغدى فيه النهارده. المطعم اسمه اتسيلجو على اسم صاحب المطعم اللي هو كان لعيب كوره معتزل، عشان كده عامل اللوجو او الشعار بتاع المطعم على شكل كوره. عنده كذا فرع موجود في سراييفو، يقال ان بيعمل احسن كباب بوسني موجود هنا. فتعالوا بقى نخش نجرب ونشوف، لان بيقال كمان ان هو اسعاره رخيصه، وكذا حد قال لي لازم اجي اجربه. الاكل وصل خلاص، وعايز اقول لكم الاجواء رايقه جدا والناس ودوده لابعد درجه. تعالوا بقى ايه نجرب الكباب. قال لك ان هو بيجي معاه بصل، وممكن تطلب عليه، هو قال لي جبنه، واحد تاني قال لي قشطه، وكمان بقى نفس اللي احنا كلناه في الفطار او شربناه في الفطار اللي هو الايران بيقولوا عليه لبن. فاحنا جبنا بقى ايه نفس انا قلت له اطلب زي ما الناس بيطلبوا في العادي، فانا طلبت زي ما الناس العاديه بتطلب. تعالوا بقى ايه نسمي الله كده ايه وندوق. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بس كده ايه واحدايه.
بعصها كده معرفش بقى دي جبنه ولا زي ما بيقول قشطه. بص شكلها عامل ازاي. ماشي. البصل بقى ايه هنجربه بعدين كده بعديها. طبعا العيش بتاعهم بيتحط على الجريل مع الكباب، وبيبقى منظره وشارب من الجريل والدهنه بتاعت اللحمه كده، فكان شكله عظيم برضو. تعالوا كده نسمي الله وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. مختلف عن الكباب بتاعنا خالص. مش ده الكباب اللي انا عارفه. انا حاسس ان انا هطلب اكتر من 5، مع ان هو قال لي ايه خد لك بس 5 في الاول. طعمه حلو قوي. تعالوا نجرب واحده تانية ايه بس بالعيش بقى. بصوا دي دي ليكوا انتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكباب ده يفوز. انا عرفت هاجي ايه لما اجي هاكل فين تاني. الكباب ده عالمي. ناخد بقى ايران بقى ايه يسلك الدنيا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل اكل بقى ايه. وفي مطعم تاني عايز اروح اجربه واخدكم معايا، فانا مش هدوس قوي هنا. مش عارف بقى هزود ولا لا، بس اعتقد لا. خلصنا كباب خلاص. الاكل كان عالمي. كان نفسي بجد اطلب 5 كمان، بس قلت بقى ايه اسيب بطني كده فاضيه عشان المطعم اللي جاي ده انا لازم اجربه. فكذا حد قال لي برضو على المطعم ده عايز اجرب بقى الاكل التقليدي اللي هو بيبقى فيه خضار، وعندهم حاجه مميزه جدا شبه حاجه عندنا، فلازم برضو نروح نجربها. فيلا بينا نروح اخر مطعم معانا النهارده، واتمنى يبقى الاخير وما نجربش اكل تاني النهارده عشان خلاص يعني انا فاضل بطن قد كده. فنروح نجرب اخر مطعم ونشوف بقى ايه الاكل التقليدي بيبقى عامل ازاي. عايز اقول لكم على حاجه جامده جدا في سراييفو بالليل لما تمشي في الاسواق القديمه مع المطر، حاجه كده شكلها وهميه. لازم لما تيجوا برضو ايه استغلوا الوقت بالليل ان انتوا تتمشوا في الاسواق القديمه. لو عايز تشتري اي حاجه، لو عايز تجيب سوفونير، فانت تجيب من هنا. بجد التمشيه تحت المطر في السوق القديم رهيبه، لازم تجربوها. وصلت خلاص المطعم اللي ورايا ده اسمه ستاكلو. فتعالوا بقى نخش نشوف ممكن نطلب ايه من عنده. يلا عشان ايه من المشي والله جوعت، فيلا بينا بسرعه. الاكل وصل خلاص. عندهم الدولمه اللي هي مفروض المحشي، نفس الفكره عندنا بس محشي الكرنب وحشينه لحمه. وجبت كمان معاها ميكس. الميكس ده عباره عن رز ولحمه وسلطه تقريبا ومحشي او بصل محشي لحمه مفرومه. فتعالوا كده بقى نسمي الله وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي والله، حلو قوي. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. لا 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 رهيبه. في العادي عندنا المحشي محشي رز، مش محشي بقى لحم ولا اي حاجه من الحاجات دي. يعني ما بشوفتش النوع ده قبل كده. حتى الدولمه في العراق بتبقى رز عادي. في اماكن بتعملها رز ولحمه مع بعض، بس دي محشيه بس لحمه، فطعمها رهيب. وبعدين اللحمه فيها شويه دهنه كده اللي هي تقريبا هتبقى خروف، فطعمها رهيب بجد. 2000 years later. بصوا اللحمه دايبه ازاي. بحب قوي اللحمه لما تاخد سواها، لما تاخد راحتها. سيبها تستوي براحتها بجد والله رهيبه. بص انا يعني انا مش من عشاق البصل المحشي خالص، مش من عشاقه خالص، بس هجرب وادوقه وايه ان شاء الله يطلع حلو. وبرده محشي لحمه مش محشي رز خالص، يعني هما مش حاشينه رز خالص، حاشينه لحمه. فبصوا هنا، بصوا عامله ازاي. ثانيه، كل حاجه دايبه والله العظيم، رهيبه رهيبه والله العظيم. اروح انا بقى ايه اكمل اكل بقى ونروح نحلي وخلاص، يعني كفاية اكل بقى النهارده. جيت بقى على اخر مكان اسمه سراج، هتلاقيه على الميدان على طول في سراييفو. بيعمل حلويات شكلها حلو قوي. وبص مش هكتر بصراحه، يعني انا مش عايز اكتر، هما 2 بالكتير قوي وكوبايه قهوه وصلى الله وبارك، تبقى كده ايه قفلنا اليوم. فيلا بقى نخش نجيب لنا قطعتين بالظبط.
عايز اقول لكم عندهم تنوع حلويات رهيب. يعني انا لو واحد بيحب الحلويات انا كنت افتريت، بس بالظبط انا جبت قطعتين بكلافا اللي هي شبه قوي التركيش بكلافا اللي هي التركيه، البكلافا التركيه دي مني ليكم، انا جايبها لكم دي. والتريليشي دي بتاعتي، انا بحب التريليشي، فانا جبت كمان جنبها كابتشينو. ده كله مكلفني 3 يورو ونص، حوالي 7، هو 7 مارك، حوالي 3 يورو ونص، فده مش كتير خالص. وفعلا يعني حتى اللي هيجي ويفتري في الحلويات هنا مش هيدفع حاجه، هيدفع رقم عبيط خالص. تعالوا بقى ايه نسمي وندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي، خفيفه، والسكر بتاعها مظبوط، سكرها مش كتير خالص. يعني انا بحب الحاجه الحلوه، وبالذات التريليشي ما يبقاش سكره عالي وما يبقاش يعني دايب قوي في اللبن. انا بحب يبقى اللبن كتير زي كده، فطيره السكر باللبن، بس ما تقفرش. تعالوا بقى ايه ندوق البكلافا. مش عارف دي تتقطع ازاي بصراحه. دي ليكو والله العظيم، دي ليكو، حلوه قوي، بس بالنسبه لي عليها عسل كتير. يعني انا ده بالنسبه لي عسل كتير بصراحه. دي كان ده، دي عشان انت عملت فولو وعملت سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، فانت خد دي مني ليك. وده كان فلوج النهارده من قلب العاصمه سراييفو من البوسنه. اشوفكم فلوجات جديده وفيديوهات اكتر. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه على اليوتيوب، فولو على الفيسبوك، واعمل شير كده ولايك وظبط الدنيا. سلام.